ارمي البيض على المكرونة المسلوقة وهتعملي احلى اكلة لاخر الشهر. لو انت محتارة تعملي غدا ايه، تعالي هقولك الغدا النهاردة كان ايه. بصراحة حاجة تحفة وفي نفس الوقت مغذية، ولا تحتاري ولا تغلبي نفسك، اكلات اخر الشهر. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة بتتابعيني يا ريت نعمل لايك ونعمل اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على قصتنا النهاردة يا زهرة الكون. قصتنا النهاردة هعمل لك غدا سريع جدا من اكلات اخر الشهر. اول حاجة معايا مية، ولازم المية تبقى مغلية، وحطي فيها نص معلقة كبيرة من الملح، وحطي كمية المكرونة اللي انت عايزاها، واي نوع مكرونة انت عايزاه حطيه، يعني اي نوع ماشي، والكمية اللي انت عايزاها ايه هتحطيها. سموا الله كده وتصلوا على الرسول انتوا ايه بتعملوا الوصفة. بعد كده هاتي طاسة، حطي فيها الطاسة اللي هنستخدمها هي تكون على حسب كمية المكرونة اللي انت حطيتيها، يعني ما تحطيش طاسة صغيرة وانت حطالي كيلو مكرونة، لا، على قد المكرونة حطي الطاسة. فرمت شوية توم كده حلوين بالمفرمة، وبعد كده حطيت شوية زبدة، شوية زيت، شوية سمنة بلدي الموجودين عندك، اي نوع مادة دهنية، وحطي عليها التوم وحمري لي ايه التوم يصفر لونه كده، وهاتي لي ايه نص معلقة صغيرة من هرسة الفلفل، حباها حطيها، مش حباها وعندك اطفال ما تستخدميهاش. وهاتي معلقة صلصة ايه صغيرة كبيرة كده ايه وحطيها. وهنفرم طماطميتين في الخلاط، يعني 2 بس، لو واحدة كبيرة ماشي برضو. او عندك صلصة انت مفرزاها، خدي هاتي منها مثلا ايه نص كوباية، وحطيها على التوم والصلصة والهريسة الشطة، وخلي دول يتسبكوا. عايزاهم يتسبكوا لغاية ما ينشفوا، يعني ينشفوا خالص، ما يبقاش فيهم مية خالص يا زهرة الكون. صلوا كده على الرسول انتوا بتتفرجوا ايه على الوصفة، وفي الكومنتات اكتبوا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين لونها تحفة ازاي؟ شايفين تحفة. انا عايزة القوام ده يوصل معايا، يعني انا كده مفيش اي سوائل معايا في الصلصة بتاعتي، شايفينها هي كده. بس هنا المكرونة طبعا استوت وانا صفيتها، وهنحطها ايه في الطاسة على طول كده زي ما انتوا شايفين، مش هنقلب قبل ما نجيب البيض ونحط. لو انت عاملة كمية كيلو هتحطي مثلا 5 6 بيضات زي ما انت عايزة. انا عاملة هنا ربع كيلو فحطيت 2 بيضة. عاملة نص كيلو اعملي ايه 4 بيضات. حط البيض وبعد كده قلبيه في الخلطة كلها، بس في الحالة دي النار هنا تكون واطية. قلبي البيض، بعد كده حطي شوية البهارات اللي عندك الموجودين، اي نوع بهارات استخدميه، وظبط الملح كده كويس. خلي بالك المكرونة فيها ملح، والصلصة طبعا لو صلصة انت عاملاها هتبقى فيها ملح، يعني خلي بالك ايه من نسبة الملح. وهنا هاتي شوية بقدونس، انا بصراحة مجهزاهم بس ايه نسيت ما احطهم، وحطيهم برضو معاهم. وهاتي كبشة من مية المكرونة حطيها برضو معاهم عشان تبقى معاكي جوسي كده، وما تبقاش ناشفة معاكي عشان الاطفال بتاعتك. يعني حطي معلقة واحدة او كبشة واحدة من مية المكرونة على ايه المكرونة بعد ما تحطيها، وتقلبي البيض، وبعد كده غطيها زي ما انت شايفة كده يا زهرة الكون. سيبيها تاخد وتدي عشان البيض معانا يستوي. اي نوع جبنة عندك موجود هاتيه واستخدميه، ما عندكيش ما فيش اي مشكلة، مش لازم يعني الجبنة دي عندك حطي، ما عندكيش خلاص يعني شوية جبنة رومي الموجود عندك، جبنة موزاريلا الموجود عندك، مش موجود برضو احنا ايه يعني مجرد هي منظر يعني بس كده. وهنغطيها لغاية المكرونة ما تسيح. وهاتي السرفيس بتاعك واقلبيها بقى فيها، مش هتقلبيها هتنزليها، هشوف هنزلها ازاي عشان البيض هو عمل لها تماسك ايه شوية مع الجبنة، برضو عملت تماسك، والجبنة سايحة ونايحة زي ما قلتلك. ما تنسيش البقدونس انا نسيته بصراحة، وما تنسيش تحطي كبشة ايه من مية المكرونة عشان تبقى معاكي جوسي كده وما تبقاش ناشفة معاكي. وبس كده، وبالهنا والشفا ليكم مقدما. وصلوا على النبي في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا الكمية زي ما قلت لكم نوع المكرونة ده بتاعك انتي، زي ما انتوا شايفين طعمها بصراحة تحفة، حاجة كده تاكليها هي وسخنة، وتنفع غدا وتنفع عشاء، وزي ما انتي عايزة طبعا ايه ان شاء الله. ومع السلامة، ما تنسوش الشير واللايك.